أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعين الغالين. على السريع اليوم إن شاء الله بنضبط مكشن سمك بزيت سمسم أرياف صبية، زيت السمسم البلدي، وبرعاية أيضا بهارات أرياف صبية. وهذه مقاديرنا: هذا سمك الضيرك، ثوم مع فلفل حار مطحون، وأيضا البصل يكون كمية كبيرة، ومستخدمين الملح أيضا، وبنضبطها إن شاء الله في هالمقلاتين الجميلة ما شاء الله. أول شيء نحط البصل، طبقة بصل من الأسفل أول شيء، وكل ما كان البصل زيادة المكشن يضبط ما شاء الله. وبعدها نصف شرائح السمك ما شاء الله. حطينا المغش هذا، طبعا أكثر من المغش هذا، واحد ميزناه شوي، نعطيله رشة ملح، مستخدمين ملح بحري عضوي عشان يكون المكشن دايت. وبعدها نعطيها من الثوم، ثوم مطحون مع الفلفل الحار. يا سلام على الزين. ونعطي رشة كمون أرياف صبية، سر النكهة الجزانية، طبعا كمون وفلفل أسود فقط. وهذا الفلفل الأسود. ومن الأشياء الجميلة في الأكلات الجيزانية بهارات الحلبة الخاصة، سر نكهة المغشات، الخمير، الأسماك، الأكلات الجيزانية عامة. طبعا نحط منها شوي بس ما نكثر للتنكيه. هذه هي. ولا تزين المغشات ولا تضبط إلا بزيت السمسم، وكل ما كان زيت السمسم بلدي وصافي زانت النكهة. يا سلام. هذا طبعا زيت سمسم أرياف صبية، سمسم بلدي وطبيعي ومزروع على السيل. وبكذا مقلاة السمك جاهزة للفرن. ننزلها في الفرن على نار متوسطة إلى عالية، من الأسفل فقط، بدون غطاء عشان ما يطيش الزيت. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. شوف الرغوة كيف، هذه سر نكهة زيت السمسم. طبعا لو غطيناه بيطيش برا، لكن تسيبه زي كذا. ما شاء الله تبارك الله. هذا اللي وصى عليه الدكتور. وهذا بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، طبق اليوم جاهز، مكشن سمك بزيت السمسم. وزي ما قلنا هذه الرغوة سر جودة زيت السمسم. ما شاء الله تبارك الله. واذكروا الله يا اخوان. طبعا الشغل هذا والنكهة هذه لا يمكن أن تحدث إلا بنكهة جازان. ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف الآن يبدأ يهدأ، خلاص تروح الرغوة. هذا كله زيت سمسم
النكهة هذه طبعا زيت السمسم يؤكل باللحوح، بالخمير، على الرز، له أكثر من طريقة. أنا داري يا عزيزي المتابع إنه ودك تاكل معي، أنا عارف، بس صعبة ذي صعبة. ليه أنت يوم تطبخوا غدا تدقوا علي؟ لا أجل خلاص، نفسي الدنيا. طب شوف خلينا نشوف وش يا صح عليك يا بري، صح. طب شوف ذي. عندما نتكلم عن كثرة زيت السمسم ما شاء الله تبارك الله، ونقول زود كثر البصل، يجيك البصل زي كذا. هذه النكهة مع البصل لا تقاوم إطلاقا، نكهة لا تجدها إلا في جيزان، زي كذا باللحوح، يعني ما شاء الله تبارك الله زي كذا. هذه النكهة لا تجدها إلا في جيزان فقط.